تمكنت المصالح الأمنية والجمركية العاملة بميناء طنجة المتوسط يوم الخميس 25 دجنبر الجاري من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرة كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع. وأسفرت عمليات المراقبة الحدودية الدقيقة عن ضبط شحنة تقدر بحوالي 8 أطنان و196 كيلوغراما من مخدر الشيرة، جرى إخفاؤها داخل قضبان بلاستيكية على متن شاحنة مسجلة بالمغرب، كانت تستعد لمغادرة الميناء عبر رحلة بحرية في اتجاه أحد الموانئ الأوروبية. وقد تم توقيف سائق الشاحنة وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 50 سنة، وإخضاعه لإجراءات البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد كافة ملابسات القضية والكشف عن الشبكات المحتملة المتورطة سواء على المستوى الوطني أو الدولي. وتندرج هذه العملية النوعية ضمن الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى تجديد المراقبة بالمنافذ الحدودية ومكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات في إطار الجهود المستمرة لحماية الأمن والاستقرار.